مساء الخير لكل اللي عم يسمعنا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا على بث المباشر على صفحة الفيسبوك راديو بوير. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفتي بالاستديو الإخصائية ميسم الحصرية. مجددا بيتجدد لقائنا أكثر من مرة، ونحن مسرورين جدا بحضورها باستديو بوير اف ام لحتى عبر منبر بوير نعطيكم المعلومات الصحيحة والحضور الجميل. الإخصائية ميسم الحصرية، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء الخير مرة تانية لكل اللي عم يسمعونا. مثل ما ذكرنا أنه الإخصائية ميسم الحصرية إخصائية متعددة الاختصاصات، ولكن اليوم ضمن موضوع حلقتنا رح نذكر اختصاصها إخصائية تغذية علاجية، ممكن نسميها لدى الأطفال كمان. طبعا أكيد. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا، فيكم تسألوا أي سؤال عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر رسالة عبر كومنت عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي موجودين على البث. رح نجاوب على أسئلتكم، وعبر الواتساب برسالة 093 82 80 81 4. وجه تحية لزملائي بالكنترول شيرين ومروان، وخلونا نبدأ لقائنا بداية هيك كمدخل لموضوعنا لليوم. أخصائية ميسم، هلا مؤخرا خلينا نسمي إنه أطفالنا اللي هن فلذات أكبادنا اللي هن يعني يمشوا على الأرض، الجملة اللي كانت مسوية وقع عنا، الغذاء الحالي، التنوع الغذائي الكتير هلا حاليا مدى تأثيره. اليوم هيك اخترنا موضوع النظام الغذائي الصحيح لدى الأطفال ومدى أهميته، أو خلينا نسميه أهمية الثقافة الغذائية لدى الأطفال. لو تشرحينا مدى أهمية. كتير مهم بصراحة الموضوع، والشيء الأهم إنه نحن بداية نعرف شو يعني تثقيف غذائي، أو شو يعني أنا أعمل نظام غذائي. النظام الغذائي هو أبدا ما شيء بده التزام، بده مواعيد، بده أبدا، هو نظام حياة تماما. وأكبر دليل على هذا الشيء إنه نحن آبائنا أجدادنا كانوا آخذين نظام نحن بنسميه نظام صحي، يا ريتنا قدرنا نبقى عليه لهلا. لهيك نحن بنقول أجدادنا كانوا جسديا أقوى مننا. أو خلينا نقول إنه كانت الأمراض أقل. صح. فنحن بنشوف كل ما صار في مرور بالوقت هو زادت نسبة الأمراض، نسبة الجراثيم، والشيء الأساسي إنه هن كانوا خلينا نقول متبعين نظام أساسي بشيئين جدا مهمين: الوقت، أيوة، ونوعية الغذاء. تماما. يعني الوقت كان في أوقات محددة للأكل. أبدا كتير أشخاص بيسألوني إنه أستاذة ميسم، طيب الجسم في ساعة؟ فأنا عطول بقول لهم إيه، في ساعة اللي هو الغدد الصم اللي موجودة عنا 100%، لأنه الغدد الصم هي بتفرز هرموناتها بأوقات معينة. تماما. فأوقات النوم مثل ما ذكرنا كتير إلى أهمية، أوقات الأكل كتير إلى أهمية، أوقات شرب المي كتير إلى أهمية، وأيضا أوقات الاستيقاظ ربما كتير إلى أهمية. فهذا الشيء اللي أنا بقول إنه نحن وقت بدنا نقول تثقيف غذائي أو بدنا نقول نظام غذائي، فهو بيعتمد على البوصلة الأساسية للجسم. الجسم له ساعة، والجسم له مقياس، والجسم له طاقة. فهذا الشيء أكيد موجود، أكيد، والشكر لحكمة الرب فيه، أكيد الحمد لله. تماما. أخصائية ميسم، هلا كيف فينا نكسب الطفل أو نعطي الطفل نظام حياة صحي؟ مثل ما بنعرف نحن أي شيء بياخده الطفل بياخده عن طريق التقليد والمحاكاة. تماما. يعني اليوم أنا ما رح أمنع ابني يأكل شيء ضار وأنا عم باكله قدامه. تماما. ما بقدر أقول له لابني لا تشتهي على الأكل الفلانية ورفقاته عم يأكلوها. تماما. هي ثقافة لازم أنا أعلمها لابني، أبدا مو بالمنع. يعني موضوع إنه هذا ممنوع، هذا موضوع بدنا نحاول ننساه. بدنا نكسبه لطفلنا عن طريق التقليد والمحاكاة وعن طريق الإقناع.
خلينا نقول من أحد الطرق اللي نحن كتير منتبعها كاختصاصيين عند الأطفال هو إنه نحن نحاول نعطي الجسم جرعات معينة من الشيء اللي بدنا إياه حتى يبطل. نحن بنقول الطفل اشتهى على الحلو. أيوة. الطفل اشتهى عن حلو على حلو، مو عن عبس. طلب كمية من السكريات مو عن عبس، هو محتاجة. أيوة. ولكن لما بكون أنا عاطيته إياها بطريقة طبيعية وصحية، الجسم ما رح يطلبها. تماما. يعني تماما مثل موضوع الجوع. أنا ايمت بجوع؟ لما بكون أنا كل النهار بلا أكل. تماما. فلما بجي بدي آكل، أولا كمية الاختزان بتكون أكبر لأنه تمام. الجسم نشف. صح. وثانيا باخد كميات أكتر. وثالثا واللي هو الأهم، بحس بتعب بعد الأكل. أيوة. نفسه موضوع اكتساب الجسم لفيتامينات معينة. يعني احنا بنقول انه انا اشتهيت اليوم مثلا على الاكل المعينة. كلمة اشتهيت مانا عن عبس، هي عبارة عن انذار بتعطيه الجملة العصبية لانه الجسم بحاجة فيتامين معين. تماما. يعني تماما مثل وقت منقول انه انا مثلا ما بحب الباذنجان، بس انا اليوم اشتهيت على الباذنجان. تماما. بس أنا لو أخذ كمية ألياف كبيرة ما رح أشتهي على هي المادة. فهي عبارة عن إطلاق من الجملة العصبية بأنه أنا بحاجتها. فلما بكون عاملة نظام غذائي لابني بشكل صح، فيني خليه هو ياخد الشيء اللي بده إياه أو يتعلم ياخد الشيء اللي بده إياه بدون ما يلجأ للأشياء الغير صحية. يعني لما أنا من بداية ما ابني ببلش أعطيه مكسرات، رح يصير عند الجسم إشباع، فرح يبطل يطلب دهون غير صحية. ورح يتعود الطفل تماما مثل أنا هلأ إذا رحت على الصين ما فيني أقبل الشيء اللي هن عم ياكلوا، لأنه أنا أصلا تعود جسمي على نكهات معينة وعلى أشياء معينة صار جسمي يكتسبها. نفس الشيء هن إذا إجوا لعنا بيجيبوا معهم أندومي. فهي عملية تعويد الجملة العصبية على إنشاءات مرتكزة بتكون موجودة بجهاز العصبي. حلو كتير، معلومات جدا مهمة. نتمنى اللي عم يشاهدونا يشاركوا رابط الحلقة لحتى كل أصدقائكم على صفحاتكم يستفيدوا من هالمعلومات القيمة. حقيقة نحن عم نواجه يعني أخطاء كبيرة بحق أولادنا وأطفالنا. عم نعطيهم يعني جرعات غير نظامية، أكلات غير مناسبة لأعمارهم، كتير من الأخطاء. فيا ريت إنه يعني دائما عبر منبرنا نوصل معلومة صح ولجميع المستمعين والمشاهدين. الإخصائية ميسم، هلا شو هي قائمة الممنوعات؟ هلا من ضمن حديثك انه في شغلات ما فينا نعطي للاولاد، في شغلات مسموح لها. يا ترى انه ايمت مثلا فينا نحدد هالممنوعات وشو هن هالممنوعات هاي؟ الممنوعات هي قائمة فينا نقول عنها ملغومة، يعني نزلت كبدائل لشيء طبيعي. تماما. وهي شيء يعني خلينا نقول لما بنقول كلمة ممنوعات هي الشيء اللي ما لازم نحن نتعود عليه حتى ما نعود الطفل عليه. عندك مثلا مثل اللحوم المصنعة. اللحوم المصنعة هي لحوم عم تخضع لأكبر درجات خلينا نقول تعقيم كيميائي. هي تعقمت ولكن بالمقابل هي فقدت قيمتها الغذائية. بالإضافة أنه صار فيها مادة حافظة كمان. البهارات المصنعة مثل البهارات الموجودة بالأندومي. نعم. زيت النخيل. زيت النخيل مو هو السيء، ولكن تخزين زيت النخيل بالإضافة مثل نحن بنقول السردين، الطون. ليش بننصح دائما انه ينكب الزيت تبعهم؟ لانه مجرد تخزين هي المادة بالزيت صار في عندك أكسدة، والأكسدة هي شيء جدا يعني جدا ضار. ما بنحس هلأ فيه، ولكن إذا لاحظنا هلأ بيقولوا لك جيل اليوم بصير معه جلطات أكتر. كلام سليم. وخاصة عند الأشخاص الصغار بالعمر. والشيء الأساسي إنه نحن صرنا ناكل أشياء مؤكسدة. نعم. يعني المرتديلا،
المعلبات طبعا بشكل عام. هذا الشيء نحن كاختصاصيين تغذية على طول عنا أعداء يعني. نعم. بس معلش بدكم ما تزعلوا مننا مضطرين لأن نذكر الاسماء مثل يعني تماما بدون تشهير، ولكن هي مرتديلا، الاندومي، خلينا نقول بعض الشيبس اللي هو معتمد على كمية، يعني مثل بيقولوا لك بنكهة الدجاج، بنكهة الدجاج. تماما هذا لازم يكون غير موجود ابدا. يعني هي النكهة وقت عم بتفوت هي اسمها منكهات كيميائية تماما. يعني فقط. فهي اولا بتلعب بالهرمنة. نحن اليوم بنشوف انه نحن صار عنا امراض ما كانت تصير باعمار مبكرة، صار عنا بلوغ مبكر عند شبابنا وبناتنا، بدانة، صار عنا بدانة، صار عنا ارتخاء عضلات، تماما. صار عنا نقص نظر، أيضاً. وبعض الحالات اللي أنا كتير قريبة مني فقدت شيء من الأعصاب الحركية بسبب الأندومي. بالأخير عملوا تحليل بصمة غذائية طلع من الأندومي. أيوة. في عنا مثلا خلينا نقول الاعتياد على المقالي. أيوة. هذا بشكل كامل. يعني نحن كتير بنشوف إنه مثلا ناكل شيء مقلي مرة بالأسبوع ولكن في زيت مكرر. صح. يعني عندك زيت القطن هو بيحترق، فأحيانا بتسمع إنه في ناس قالت فيه مرة وتنتين وثلاثة. صح، الشيء هذا موجود. هذا الشيء من قائمة الممنوعات أيضا. أبدا. لهيك بيقولوا لك إنه أنت لما بتاخد فاست فود أو خلينا نقولها أطعمة سريعة أو غذاء سريع يعني، فأنت المصدر ما عرفان كيف عم يطلع. فبدنا نحاول، نحن ما بنقول نمنع ولكن بنحاول نعمل بديل بالبيت، ونحن كلنا قادرين نعمل بدائل. الماجي. أيوة. الماجي هي من قائمة الممنوعات اللي جدا 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 ضارة. أيوة. يعني فيك تحط ملح الليمون، الماجي، هدول الاثنين من الأشياء المدمرة للجهاز الهضمي. ملح الليمون أيضا. ملح الليمون والماجي هن من الأشياء المدمرة. بيقولوا لك كيف بنقول لهم أهل أول ما كان عندهم ملح ليمون، ما كان عندهم ماجي، كانوا يطبخوا بمرقة الدجاج. صح. وكانوا أيضا يعملوا سلطات بالدبس رمان، السماء، واللي بيفوت على فوائد السماء بيلاقي شيء جدا مهم. صح. ونحن نسيناه وأهملناه يعني حقيقة. تماما. وأيضا في شيء جدا مهم لازم نحكي عنه، إنه أيضا صار كل شيء مصنع. يعني كل شيء مصنع. دبس البندورة صار مصنع، دبس الفليفلة صار مصنع، وأي شيء مصنع من البديهي يكون في مواد حافظة. ولكن نحن ما بنقول هذا، يعني كل شيء مصنع ما فينا نقول إنه هو ممنوع، ولكن بنقول في بدائل له. تمام. يعني مثلا الماجي طرائق كتير لأنك تعمل ماجي بالبيت. تحط فروج مع بهاراته بطنجرة مثلا لتصير تغليه بكمية مي لتصير نصها، تحطه بقوالب تلج وتحطه بالفريزر، بيعمل أطيب من الماجي. صح. وصحي مع زيادة ملح بيكون صحي. وحبذا نستخدم بهي الأشياء اللي بدها تتفرز ملح الهيمالايا. أيوة. اللي هو خالي من الصودا. هذا يا ريت يعني هيك نوقف عند ملح هذا شو وين موجود وشو سبب، يعني شو دواعي استعماله؟ هلا بداية بصراحة ولو ابتعدنا شوي عن موضوع الأطفال، ولكن هو كمان بالنهاية يعني الأطفال رح ياخذوا هالغذاء. شوف أنا بعتبر إنه أي شيء إجا بوصايا الأنبياء بدون تحيز هو شيء جدا مهم. عطول بنسمع بعبارة احذروا الأبيضين. تماما. الأبيضين هم السكر والملح. تماما. أي شيء معالج، الملح اللي نحن عم ناخده هو ملح معالج، إيه صخري ولكن معالج يعني تكرر 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 لحتى صار عبارة عن نكهة فقط، بالإضافة للصودا اللي بتكون صارت صودا مفتتة، يعني ما عاد تعطينا هي الفائدة. فهو منلاحظ انه بيعمل زيادة وزن. يعني اول شيء بيقولوا لك انه وقت بدك تعمل نظام غذائي خفف ملح خفف سكر، او اقطاع السكر خفف ملح. حلو. فملح الهيمالايا هو الملح اللي لساته شبه صخري.
أيوة. واللي هو ابدا ما مصنع، هو طبيعي من صخور معينة، فمنقول عنه السكر الملح الطبيعي. طيب ليش ينصح فيه أكثر من الملح؟ ينصح فيه لأنه ما في داعي إنك تحط كميات كبيرة لتحصل على النكهة. تماما. السكر بيقولوا لك اقطعه، الملح بيقولوا لك قد ما فيك خففه، لأنه السكر هو سبب اختزان المي بالجسم. الشخص اللي بياخد كميات ملح كبيرة بيختزن جسمه، والسكر بيمنع المي إنها تنزل. يعني الملح بيساعد على اختزان السكر على اختزان المي، والمي بتساعد على اختزان السكر، وهيك مستحيل يخلق نظام صحي بوجود الملح والسكر. كأنهم عدوين يعني، واللي عم يعطي الضريبة هو جسم الإنسان. علاقة طردية تماما. خلينا هيك، ضمن أحد لقاءاتنا الأخصائية ميسم كان حضر طبيب غدد سم وسكري عن موضوع الملح يعني، فبدون تشهير وبدون، فنحن مضطرين نذكر أسماء يعني اللي منهم الأندومي والسردين والطون، مضطرين يعني نحكي نحدد أسماء. حكى عن موضوع تخزين الملح الميود، انه الملح اللي عم نتناوله وعم نجيبه من البقاليات هي كلها اكياس مكشوفه، يعني اكياس شفافه، وهنا من المفروض تكون باكياس ما تتعرض لاشعه الشمس، لانه اليود واشعه الشمس فبيفقد قيمته الغذائيه. ما بعرف المعلومه 100% عم بتذكرها، ولكن هالموضوع احد المواضيع اللي الاغذيه اللي عم تتعرض لساعات طويله لاشعه الشمس ايضا لها آثار سلبية. أكيد. الشمس مثل ما ذكرت هي نحن بنقول إذا ابنك عنده نقص يود أو نقص فيتامين د عرضه للجسم. يعني عرض جسمه لأشعة الشمس. شو السبب؟ السبب إنه هو بيفرغ الطاقة اللي ممكن تمنع اكتساب الفيتامين د واليود، مو لأنه أشعة الشمس فيها يود. تمام؟ يعني نحن عنا بمجرد بتقول لشخص إنه ابنك عنده نقص خلينا نقول نقص كالسيوم، بيعطيه بيض. البيض ما هو الحل تماما، ولكن البيض هو كبروتين، البروتين بيساعد إنه نحتفظ بكمية الكالسيوم. يعني هي عبارة عن معادلات صحية الناس عم بتطبقها بدون ما تعرف شو هو المغزى. كتير من أطفالنا اليوم وكتير من الأهالي لغى طبق السلطة. يعني صار طبق السلطة أو طبق الخضار اللي موجود على الطاولة قليل طفل ليتناوله، أو قليل لنبلش فيه أكلنا، غير برمضان كتقليد صح وليس كعادة صحية. صح. ولكن خلينا نقول إنه على فكرة صحن السلطة إجا من ضمن المقبلات، لأنه هو عبارة عن فيتامينات. يعني ليش بيعطوك حبة الفيتامين قبل الأكل؟ لأنه هي عبارة عن فيتامينات بتحتفظ بالLDL، وأيضا بتفرز الدهون السامة، يعني الكوليسترول الضار بتطالعه. فهي عبارة عن معادلات. يعني مثلا أخذ كمية كبيرة من البندورة، هو عبارة عن أحماض. ليش نحن بنمنع أحيانا اللي بدهم ينزلوا وزن بنقول إنه البندورة بتثبت الوزن؟ لأنه الأحماض بتحفظ الأشياء أو بتحفظ القيم الغذائية بالجسم، فبيبطل يفرز المي. ليش بنقول مثلا اللي بده يعمل دايت مثلا ياخد بيض مسلوق؟ لأنه البيض المسلوق مثل ما ذكرنا هو بعبارة عن بيفرغ الأملاح اللي بالجسم، فبيفوت أملاح جديدة. ليه بنقول إنه مثلا يفضل إنه تكون كاسة اللبن قبل النوم؟ لأنه هي عبارة عن مادة مخمرة تحمي الجهاز الهضمي. فهي معتقدات صارت تسود وصاروا يمشوا عليها بدون ما ينتبهوا. يعني بيقولوا لك أنا عملت رجيم الفواكه، أو أنا ابني مخليه على الفواكه، بدون ما ينتبهوا إنه خلينا نقول وجبة الفواكه ما لازم تكون الصبح، ممنوع تكون على الريق. السبب إنه بتعمل إشباع للطفل، وبياخد الجسم كمية سكر مفاجئة،
بالإضافة إنه هي فيها مي كتير، فالطفل ما عاد يقدر بعدها ياخد وجبة. مرحبا. فهي عبارة عن سناك. اها. إما بده يكون سناك بين الفطور والغداء، أو بده يكون بين الغداء والعشاء، بس ممنوع يكون أول وجبة. يعطي اشباع، يعني احساس بالشبع. بيعطي تماما. إحساس بالشبع. نحن الأشياء لما ده. بناكل كمية فواكه أها. بنلاحظ إنه شبعنا، ما بتجوع. ما عاد من جوع. وأيضا انلغت الأشياء الطبيعية، يعني مثل اللبنة الطبيعية انلغت، كمان. الجبنة الطبيعية استبدلناها بالجبنة الدهن. والجبنة الدهن على فكرة ما جبنة، هي حليب وبطاطا مسلوقة، يعني كربوهيدرات وسكريات على الحل. الله، هاي معلومة يعني جديدة بنسمعها. فابدا نحن ما عم ناخذ، يعني لا فطورنا عم بيكون صحي، وكونه بلش اليوم بفطور غير صحي فنحن مكملين لنمط غير صحي. اكيد. حابب اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستوديو الاخصائيه ميسم الحصريه، اخصائيه بتغذيه علاجيه. اليوم لدى الاطفال عم نحكي، حتى للكبار كمان عم نحكي المعلومات المهمه جدا. موضوعنا اذا حابين تنضموا لنا، سؤال، استفسار، اي شيء، رح نكون مسرورين، رح تأغنوا لقائنا. ممكن سؤال انتم تطرحوه يكون نحن هالمحور هذا جدا مهم بيمسكن يعني. ماشيين بحلقتنا مع الأخصائية ميسم. الفرق بين الممنوعات والبدائل في الأنظمة الصحية شو هي؟ ايضا نحن ذكرنا الممنوعات، هذا الشيء اللي ما لازم ابدا انه نحن نستخدمه. وذكرنا شو هن. البدائل هي البدائل اللي نحن بنستعيد فيها على الشيء الغير صحي لاولادنا. نعم. يعني مثل انا ابني بيحب الشيبس، عادي اني اعمل له بطاطا بالقشارة تكون طبيعية وفرغها من الزيت، او اعمل له اياها بالفرن، فهي اقل ضرر من الشيبس لانه ما فيها مواد حافظة. صح. ايضا البدائل هي دبس البندورة، بدل ما اجيبه جاهز فيني استخدم البندورة الفريش، واذا الاكلة بدها دبس بندورة فيني اعمل كم كيلو بالبيت. يعني هو فقط البدائل هي الأشياء اللي داخلها مواد، اللي هي أشياء طبيعية ولكن داخلها مواد حافظة. تمام، هي مو شيء كيميائي. هلا أما ملح الليمون وهي الأشياء هي أشياء كيميائية على الحل. حلو. تمام. فالبدائل هي الأشياء اللي نحن فينا نغير. يعني كتير صار في عنا شغلات المربايات، الكونسروا، يعني صرنا نتفاجئ حتى الحبوب صارت تتخزن بطريقة الكونسروا، البازاليا، البامي، الحمص والفول والكازا، كل شيء. هلا قبل ما نقول انه عن جد ما كانت موجودة، يعني وحتى بتحس اعمار الاشخاص الكبار بيقولوا لك انه معتمدة على اكلهم الصحي. نحن اليوم بدنا ننتبه لشغلة، انه نحن في عنا شيء اسمه هرمون عم ينوجد بالخضرة، هو مساعد للأكسدة. كلام سليم. يعني حتى البندورة نحن ما عاد أخذناها طبيعية، حتى الفواكه ما عاد أخذناها طبيعية، هي عم تجي محقونة بهرمونات، أصلا هي عم تجي مهرمنة تماما. فنحن بدنا ننتبه للأشياء اللي بنقدر نحن نسيطر عليها. يعني على الأقل الأشياء اللي بقدر أنا أسيطر عليها إني ما زيد ضرر. كوني أنا ما عم بقدر، بصراحة أنا معه بقول لهم أنا حلمي إني هيك أخذ أرض وأعمل فيها بندورتي والخيار كل شيء أنا بقدر عم باكله، لأنه عن جد ما حدا للأسف فعلا شيء مخيف. يعني نحن قدام وقت عم نلاحظ إنه قد ما الدكاترة كترت بطلت عم تقدر تستوعب عدد المرضى اللي عم يجوا بأسباب التسمم والالتهاب الجهاز. كنا إذا واحد قلنا فتت على المشفى نستغرب وفعلا إنه فات على المشفى، يعني في مفاجأة. هلأ صارت فوت المشفى لازم أنا زور المشفى بالأسبوع مرتين. لا سبحان صار روتين طبعا. الأخصائية ميسم بإحدى الحلقات السابقة ذكرتي موضوع هيك حابب كمان نعيده ونكرره، موضوع قشر الفواكه وقشر البندورة. أتذكر كان الموضوع أنه كان هالمواد الحافظة اللي بتحتفظ بقشرة الفاكهة أو الخضرة، أو إذا بدنا نقللها حتى إذا اضطرينا ناخد هالبندورة والخيار والبطاطا والخضروات، إذا بدنا نقلل من
الشيء السلبي اللي فيه، يا ريت الملاحظة هي نكررها إذا تمام. تذكرتيها. الفكرة انه نحن في عنا بعض الخضار بتجي خلينا نقول رب العالمين بيحفظها بقشرتها. تماما. فنحن فينا نحتفظ بهي القشرة إذا كانت، يعني مثلا بيقولوا لك دبس البندورة بتتقشر البندورة. نعم. ليش؟ لأنه نحن عم نغليه. ولكن إذا نحن بمواضع معينة ما فينا نغليه، فينا نحتفظ بالبندورة بقشرة ونجففها على ما هي التجفيف. تجفيف. يعني نقصها نحط لها ملح ونجففها. نحن بهي الطريقة أخذنا حفظناها بمادة حافظة اللي هي طبيعية. أيضا الذرة وقت اللي بيخزنوها بالفريزة فهي بتفقد خلينا نقول 40% من فائدتها، من الألياف اللي فيها أو من السكر الطبيعي اللي فيها. فبدل ما نسلقها أيضا منجففها. أنا بشوف طريقة التجفيف مو كل حدا رح يتقبلها، ولكن هي صحية أكتر صح. من غير شيء. تجفيف الفواكه مثل المشمش والتين. تمام. هلا مثل حتى أهالينا القدامى كان حتى مية البندورة، حتى الفليفلة سابقا ما كانوا يغلوها. تماما. يعني كانوا ينشروها على السطح، أشعة شمس نظيفة. أيوة. بعيدة عن دخان المولدات اللي تماماً. بتساوي البندورة السوداء. تماما. ففعلا كل شيء اختلف. يعني ما فينا هلا نحن حتى المستمعين او المشاهدين اللي عم بيشوفنا رح يقول إيه طيب هديك الايام مستحيل. حق معكم، مستحيل تنعاد. قبل كانت الام تفيق لتعمل كل شيء لبيتها، اليوم بدها تفيق تقعد على الموبايل ساعة هاي من تسلم على ضرورياتك. رفقاتها واهلها وشغلها و لتقدر. قبل كانت حياتنا مرهونة بأنه الساعة مثلا 10 11 ما تلاقي حدا فايق بالحارة. اليوم نحن عم ننام 10 11 الصبح. ففعلا هي برمجة الحياة تغيرت، ولكن نحن بنحاول قدر الإمكان نكسب أطفالنا أشياء صح. على فكرة ما فينا نقول لهم نحط لهم قواعد، هي بدها تكون صح. تقليد ومحاكاة. اليوم بنتي شافتني نمت بكير، أول يوم تاني يوم ثالث يوم بس شافتني أنا نمت بكير، هي شو بدها تقعد تعمل؟ هلا في ناس رح يقولوا لك تسهر لحالها. طبعا إذا مع الموبايل رح تسهر لحالها، إذا على التلفزيون رح تسهر في كسر للقاعدة. تمام. صح. ولكن لما بكون أنا عاملة هي القاعدة من تلقاء نفسي ما رح أعود عليها ابني. على قولة المثل يعني مثلا الشوام يقولون إنه ابنك على ما ربيتي وزوجك على ما عودتي. لا بلا هي زوج. خلينا على الطفل. إذا الطفل على ما عودتي، إذا هذا هو، إذا هو تدريب تماماً. تلقائي من عند الأم. وخاصة إنه نحن اليوم عم نشوف يعني عفواً الكثير من الأمهات بدافع العاطفة بيقول لك أنا ما فيني ابني يشوف شيء وما طعميه. أنا وأحياناً، ولكن إذا نحن انتبهنا على نفسنا مرتين ثلاثة نحاول قدام طفل صغير حتى لو الأكلة بيحبها نعمل إنه نحن مش مأذين منه فهو رح يرفضها. أما إذا شاف أمه عم تاكله معه بشغف فهو رح يحبها. لأن نحن بنتذكر نحن وصغار وقت أمنا بدها تطعمينا أكلة تمرقها من قدامنا وتقول ما أطيبها، الدواء كنا ناخده بهي الطريقة. فاليوم تعابير الأم، إيماءات الأم، قبول الأم للقاعدة أهم بكتير من قبول الطفل للقاعدة. حلو كتير. هاي نتمنى مستمعاتنا الأمهات حتى الآباء يعني اللي عم يسمعونا وحتى اللي عم يشاهدونا يستفيدوا من اللقاء هذا. حقيقة الموضوع هو مهم كتير وبحث يعني كبير كتير، والوقت شوي عم يداهمنا نحن. يعني يا ريت كان معنا وقت أكثر مع الأخصائية ميسم. الحديث شيق والمعلومات جدا قيمة. فنحن دائما عبر منبرنا وموضوعنا لليوم وزبدة الحلقة نختم لقاءنا دائما بنصائح هامة لتدريب الأطفال على اكتساب أنظمة صحية. شكرا. لأني من خلالكم ممكن أوصل لشريحة كتير أنا بعتبر إنه هي مهمة، اللي هي شريحة الأهالي. نعم. بداية بدي أقول أول نصيحة ممكن قدمها، تقبلوا موضوع التثقيف الغذائي على إنه هو حياة لأبنائنا. أبدا ما تعتبروه إنه هو حكي فاضي أو حكي غير مهم،
لأنه نحن فعلا وصلنا لمراحل عم نفقد أبنائنا. يعني اليوم حالات سوء الامتصاص، حالات نقص المناعة، حالات السرطانات للأسف، حالات الجلطات، عم نتفاجأ بعدد كبير من الشباب عم ينفقد. فهذا الفقد فعلا بيشعرنا بالإحباط. نعم. بالإضافة لأنه أنا بدي يكون من اتجاه تاني إيجابية. أهالينا كانوا يطعمونا شيء كتير طيب، بالإضافة لأنه كنا نحن يمكن هلأ إذا منشم ريحة على الدرج منقول شميت ريحة طبخة أمي. تماما. رجعوا الأشياء الطبيعية لبيوتكم. يمكن كل يوم 3 ساعات من حياة الأم اللي مخصصتها لأشياء ممكن تستعيض عنا بأنه تعمل أكل صحي لابنها أو لبنتها بتكون أفضل. نحن اليوم الهواء صار ملوث، الخضار صارت ملوثة، المي صارت ملوثة، وكل شيء صار ملوث. نحاول قدر الإمكان نخفف من حدة هذا التلوث، بأنه كل واحد لو بقصيص يزرع الأشياء اللي بيقدر يزرعها قدام بيته، لأنه هو مو بس توازن لحياته الصحية، أيضا توازن لبيئته. أكيد. والشيء الأهم من هاد كله إنه نتقبل النصائح الغذائية، لأنه للأسف اليوم نحن بنقول ما بنقدر. مثل ما نحن تعودنا على نظام غذائي سلبي، فينا نتعود على نظام غذائي إيجابي. نبتعد عن 3 شغلات بيضمنوا الشيء، بيضمنوا الصحة لقدام إذا ما قدرنا نعمل شيء: المقالي الكتيرة، الجلوتين اللي هو موجود، خبز ومعجنات، والسكريات. تمام. هدول ال3 شغلات قادرين انه يرجعونا لجسم جدا استقلابه على الاقل صحيح. شكرا على الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة الإخصائية ميسم الحصرية. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا على حسن استماعكم ومشاهدتكم مستمعينا ومتابعينا. بشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر مروان وشيرين. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.